عندنا حرب ناعمة وحرب صلبة. حرب الصلبة ما قدرون، واجهوا الشيعة الحقيقيين ما قدرون، ولكن اجونا من خلال الحرب الناعمة بث هذه السموم علما إلى التشيع. تشوف من ذلك الزمن إلى هذا الزمن جاي يحاربونا من خلال هذه الأفكار، وجاي يشوف هاي اليومين المواقع التواصل الاجتماعي عاجة بهذا عباس الركابي ساعة ولد ساعة بنية، وهاي الثانية ما أعرف اسمها. لو احنا عندنا فاتحة، عندنا مصحف، عندنا عزاء، هاي الأمور الرديئة اللي محتارين بيها ومبتلين بيها شنو؟ شوف العالم وين وصلت واحنا وين وصلنا. يعني هو هذا اللي يريده من عندنا صاحب العصر والزمان؟ يريد من عندنا هاي الافكار المنحرفه نجي نطبقها بالمجتمع؟ لو اسحب بالطين، لو ما ادري شو اسوي، لو اطلع لي فد اسم، احنا جماعه القمريه نحن عبده ابا الفضل العباس. ماكو هيك موضوع، ماكو هيك. انتم جاي تزيدون جراحات على جراحات سيد ومولاي صاحب العصر والزمان. الإمام الصادق عليه السلام يقول: قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبية. نزهونا. ماكو هيك موضوع يوم يطلع لي بسالفة ويوم يطلع لي بموضوع، ماكو هيك. اليوم أنا من أريد أروح أزور سيد الشهداء أروح لكم لابس أفضل الثياب ومخلي أجمل العطور وأحسن العطور، وأروح له بهاي الحالة وأسحب بالطين وشارتون أو خزيتونه قدام أمة لا إله إلا الله. هسه تحكي تبتلي، تسكت هم تبتلي، ولكن هو براء للذمة، براء للذمة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام سيد ومولاي صاحب العصر والزمان. هذه قضية. القضية الثانية أنا سولفتها سابقا في مجلس والآن هم أريد أسولف. القضية الثانية قضية النساء. قضية النساء. زين العابدين عليه السلام تدري شو يقول؟ يقول: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. مو إليه، عن سألوا يا زين أنت مخلي مرتك طالعة ورايحة للزيارة ولابسة الجبل ولابسة الحصر، شنو يسمونها؟ شنو معناها؟ شنو معناها؟ يعني والله على مود تحصل لك أجر وثواب؟ ماكو قانون. عود تواسي السيدة زينب عليها السلام، ماكو قانون. ماكو هيك. عم خد تلزم أطفالها، أنا أوصي خواتي خد تلزم أطفالها أو تقعد بالبيت وتقرأ زيارة عاشوراء وتتوجه إلى سيد الشهداء وبرقبته مقبولة. والله مقبولة. شنو رايحة تتمشين بين الزلم وبين الرجال؟ والله أنا رايحة أزور سيد الشهداء وأنت غير محتشمة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية إلى شبابنا، احنا على قرب من زيارة ال40. الرسالة إلى شبابنا أنت تكون واعي، أنت حسيني رايح تتمضحك أنت وصاحبك وشغل ومخلص الطريق كله، مو صحيح. ولابس لك جنطة وكاتب يا الحسين أريد من عندك فلانة وعلانة. شايفينها أنتم هاي السالفة؟ لو مخلي لك نرجيلة وين؟ مو أخي، هاي مو أسات. هذا رايح تتونس أنت، مو صحيح. والله هذا كل هذه الأفعال تؤذي سيدي ومولاي صاحب العصر وتؤذي قلب سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، وبالخصوص سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام.